السلام عليكم، معكم أسماء في فيديو جديد في مطبخي مع أسماء. هنعمل مع بعض النهاردة ملوخية بالأرانب حلوة قوي، ملوخية ناشفة. أول حاجة هنا معايا الأرانب، معايا حطيت شوية زيت وهبدأ ان انا هحمر الأرنب معايا الأول واديله صدمة. أول ما الزيت يسخن معايا كده بنزل بالأرنب عشان اديله صدمة، ونزلت بالكبد بتاع الأرنب معاهم برضه، الكبدة بتاعت الأرنب معاهم. بعد ما اخد معايا لون من على الجنبين الارنب، هبدا انزل معاه بفلفلايه رومي وبصلايه مقطعها مكعبات وبسيبها على النار، بغطيهم برضو لمده دقيقه كده عشان البصل والفلفل يدبل معايا. بعد كده ما البصل دبل معايا بقلبهم على الناحيه التانية، وهنزل معايا ب5 فصوص من الثوم وهسيبه برضو كده. وبعد كده هنزل ب طماطمايه او طماطميتين مقطعاهم شرايح كده رباع. بعد ما الطماطم زي ما انتم شايفين كده معايا دبلت معايا، هنزل بيه ميه سخنه مغليه. تمام، هنزل بالميه المغليه وهسيبه يستوي معايا وهغطيه. وبعد كده اول ما يبدا يدخل على السوا، انا حطيت هنا معلقه من الكزبره وهسيبه يستوي. وبعد كده هبدا لما يجي يدخل على السوا زي ما انتم شايفين كده معايا، هحط الملح، هحط معلقه من الملح واسيبه برضو لمده ربع ساعه كده يكمل السوا بتاعه. وهنا خلاص كده الارنب استوى معانا، هبدا هاخد الشوربه بتاعته، هعمل منها بصفي الشوربه بتاعته طبعا من اي اضافات، من اي طماطم، اي فلفل، اي حاجه. اول ما الشوربه غلت معايا هنزل طبعا بالملوخيه. طبعا انا هنا معايا الثوم، بحط عليه معلقه من الكزبره وهفرمه في الكبه بتاعته. وهنا الملوخيه اهي، اول ما الشوربه غلت معايا هنزل بيه 3 معالق كبار من الملوخيه الناشفه. بعد كده هرفعها من على النار، يعني ما نسيبهاش تغلي كتير على النار عشان ما تسقطش معايا. وهنا بقى معايا معلقه سمنه، هنزل بالثوم اللي انا فرمته مع معلقه الكزبره. اول ما اللون هيغير معايا طبعا، اللي هي الطشه العاديه بتاع الملوخيه. طبعا ممكن تعمليها بملوخيه ناشفه، بملوخيه خضراء، المتوفر عندك بتعمليه بيها. هنا بقى بعد ما التومه اخدت معايا لون هطش الملوخيه معايا بس على كده. طبعا انا في الوقت ده طافيه النار على الملوخيه، بس كده هغرف بقى الملوخيه والارنب، وكده يبقى الملوخيه بالارانب جاهزه معايا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم، وتعملوا لي لايك على الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء.